شكرا جزيلا لك الاخضر. معي بدر المطوع نجم المنتخب الكويتي وصاحب هدف التعادل. بدر المطوع، بالنظر للتاخر بهدفين ثم التعادل، اعتقد بانها نتيجه مرضيه للمنتخب الكويتي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. المباراة كانت جميلة مع المنتخب الاماراتي حامل اللقب. او يمكن بلشنا المباراة باداء كان ممتاز للمنتخب الكويتي. بعد ربع ساعة حاشتنا يمكن حالة من الضياع داخل الملعب، استغلها المنتخب الاماراتي، اعطيناهم المساحات اللي يبونها. ربع ساعة، بعد ربع ساعة هم استفادوا من ربع ساعة من الضياع اللي احنا كنا فيه للدقيقة يمكن 35. المباراة كانت للمنتخب الاماراتي، كان يقدر يخلصها اكثر، سجل هدفين علينا، لكن الحمد لله بعد الهدفين الشباب ما قصروا، رجال داخل الملعب شدوا على عمرهم، واخر 10 دقائق قدرنا بدقيقتين نسجل التعادل. فهذا يعني طلب منا مجهود وايد كبير ان نعادل مع المنتخب الاماراتي، كنا متاخرين 2-0. فثاني شوط كان التعب واضح علينا، لعبنا مباراة قوية. المباراة الأولى مع المنتخب العراقي لآخر دقيقة سجلنا هدف، والآن المنتخب الإماراتي بعد الشوط الأول المنتخب الكويتي شوية حاول انه يلعب بمخ اكثر، ما حاول انه يجازف. النتيجة صعبة 2-2، من 2-0 تعيدها 2-2، فكنا متحفظين وايد وكنا نحتاج ان هجمة مرتدة، لكن الحمد لله على كل حال نقطة افضل من لا شيء. يعني نقول مبروك على النقطة. لا هو شو مبروك، مبروك على الفريقين. المباراة الحلوة اللي تقدمت. المنتخب الاماراتي قدم مباراة كبيرة، المنتخب الكويتي يعني شلون عاد حق المباراة، قدم مباراة ايضا حلوة. الحمد لله على كل حال. الان لحد الان ماكو شيء ينحسم، اجلنا كل شيء للجولة الأخيرة ان شاء الله. بدر كل التوفيق، شكرا جزيلا لك.